المال المنظور بيروح قبل المال الحرام. ربنا يكفينا ويكفيكم شر العين وشر الاستكتار وشر الحاقدين والحاسدين وشر الناس اللي بتكره لك الخير وشر الناس اللي مركزة معاك، اللي شاغلين بالهم بينا بيكسبوا كام ودخلهم قد ايه واشتروا ايه وقاعدين في ايه. والغريب بقى اننا عمرنا ما شغلنا بالنا بيهم ولا حتى فكرنا ايه اللي عندهم وبيعملوا ايه. والاغرب انهم قافلين على حياتهم وبيخافوا عليها جدا. بس انا حابه اسالكوا سؤال، انتوا متطفلين في حياتنا ليه؟ هو احنا عمرنا اتدخلنا في حياتكم ولا سالنا اخدتوا ايه ودخلكوا ايه؟ هما للاسف مش موجودين علشاننا، هما موجودين بس علشان يتابعوا اخبارنا ويركزوا معانا. ما هو فعلا حقيقي ناس قلة وجودهم في حياتنا احسن من وجودهم حوالينا. الانسان بيتغير لسببين بس، لما بيتحمل فوق طاقته يا بيتأذي وهو ما يستحقش. مفيش حد بيتغير كده ولا حد بيحاول شخصيته 180 درجة من غير وجع أو خذلان أو ضغط كبير خلاه يشوف الدنيا من زاوية تانية. إنك تتحمل فوق طاقتك ده بيكسر حاجة جواك من غير ما تحس، بيخليك تبطل تتكلم، تبطل تشرح، تبطل تبرر، وتتعلم تختصر كل الكلام وانت جواك ألف وجع. ونوع تاني من التغيير اللي بيجي بعد الأذى، لما تدي اللي قدامك أكتر ما يستحق وانت تتحب أقل مما تستحق. لما تكتشف انك كنت بتحارب لوحدك وانك كنت بتدي من قلبك لناس عمرها ما حست بيك، ساعتها بتتغير غصب عنك، مش لانك بقيت قاسي، لانك اتعلمت الدرس خلاص. الوجع بيعلم وبيخليك تعرف قيمة نفسك بعد ما كنت بتقلل منها علشان ترضي غيرك، وبيخليك تبطل تجري ورا الناس وتبدأ تدور على راحتك. بقيت عارف مين يستحق وجوده في حياتك ومين لأ. فلما تلاقي حد اتغير ما تحكمش عليه، يمكن اتأذى لدرجة خلته يحط حدود بينه وبين كل الناس. الإنسان بيتغير لما بيلاقي الأذى بقى أكتر من الأمان. اتكسر خاطرك وتعبت منهم فبقيت، طالما هنت عليهم يبقى أنت من الأساس ما تحبتش وما كانش ليك أي خاطر عندهم، وكنت مخدوع للأسف في محبة وهمية وكدابة. أصل صدقني اللي بيحب حد بجد مش بيهون عليه خذلانه وكسر خاطره بأي شكل من الأشكال، مش بيهون عليه حتى زعله. عايز انت بقى تضحك على نفسك وتخلق مبررات وأعذار لأشخاص انت هنت عليهم؟ اعمل كده براحتك، بس خلي بالك انت اللي هتدفع تمن كل ده في الآخر من مشاعرك ونفسيتك ووقتك، لما تكتشف حقيقتهم وحقيقة انك هنت عليهم. دي ناس قلوبهم جحدة وعيونهم معمية وعقلهم ناسي كل لحظة حلوة عشتوها سوا. بكرة هيعرفوا قيمتك كويس، بس للأسف بعد فوات الأوان.